ان الامام مالك بن دينار رضي الله عنه كان يمشي ذات يوم في احد شوارع البصرة، فوجد بالليل عبدا ملقا على ظهره وقطرات الخمر تسيل من شفتيه وهو يقول الله الله. وتأمل مالك: هل يليق بهذا اللفظ الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين؟ ذهب مسرعا واحضر الماء وغسل الشفتين اكراما للفظ الجلالة، اكراما للفظ الله، وتوجه الى الله قائلا: اللهم تب عليه واهده. وخرج الامام مالك بن دينار الى داره ونام، فسمع في المنام من يقول له: يا مالك، طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك بن دينار، طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. واستيقظ الامام مالك قبيل اذان الفجر، وخرج الى المسجد مصليا كعادته، واذا به يسمع في احد جوانب المسجد صوتا خاشعا متصدعا من خشية الله يقول: يا رب، انا واقف ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فاهنئ نفسي، ام رددتها علي فاعزي نفسي؟ وتقدم اليه الامام مالك بخطى وإيدة، وتأمل الوجه، فاذا هو وجه الرجل الذي كان بالامس سكران. فسأله الامام مالك بن دينار: كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل: يا مالك، ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، انها لغة لاسلك القلوب، انها القلوب اذا صفت، انها القلوب اذا وفت، انها القلوب اذا اتصلت، انها القلوب اذا عرفت ربها